السلام عليكم حباباتي، مرحبا بكم في قناتي حرفة ونجاح. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف نساء عندهم هوايات والشغف، بصح يبقاو دايرينهم غير كهواية وما يفكروش يحولوهم لمدخول. اليوم راح نوري لكم بخطوات بسيطة كيفاش الشغف تاعك يتحول لحرفة، والحرفة تولي مشروع، والمشروع يجيب لك مدخول شهري وانتي قاعدة في الدار. انا كنت كيما بزاف منكم نحب نخدم الكروشي، نطيب حلويات، نزين بالرسومات، بصح نقول ماشي مشروع، غير تسلايه وخلاص. حتى نهار جارتي قالت لي واش ما تبيعيناش اللي تخدميه؟ بديت نضحك وقلت يا ودي واش يشريو، لكن كي جربت تفاجأت باللي كل وحده تشوف الخدمه تحب تشريها. انا عرفت باللي الشغف اللي نحبوه نقدروا نحولوه لمدخول ثابت. اول خطوه، اعرفي وش هو الشغف تاعك. تحبي الكروشي، تحبي الخياطة والتفصيل، تحبي الرسم والتزيين، تحبي التصوير وفيديوهات الطبخ. كل وحدة عندها موهبة مميزة. الشغف هذا هو المفتاح اللي يخليك تفرحي في الخدمة وتنجحي فيها. كيفاش تحولي الشغف تاعك والهواية تاعك لمشروع؟ الشغف بلا خطة يبقى مجرد تسلية. باش يتحول لمشروع ابداي بحاجة صغيرة، ماشي لازم تفتحي محل كبير. اذا تحبي الحلويات ابداي مع الجارات والاعراس يعني الصغيره. اذا تحبي الكروشي ديري حوايج تاع لي بيبي وبيعي في الحي تاعك. اذا تحبي الرسم اعرضي لوحاتك في الصفحه ولا في معارض صغار. اي منتوج لازم يكون متقون باش الزبونات يرجعوا. في وقتنا هذا الصور والفيديو هما اللي يبيعوا. صوري منتوجك بزاوية مليحة، استعملي ضوء طبيعي، زيدي موسيقى خفيفة للفيديو، كوني حاضرة أونلاين، صفحة فيسبوك، انستغرام ولا حتى يوتيوب تعرضي فيه خطوات الخدمة. مثلا وحدة عندها شغف الكروشي، خيط الكروشي ب50,000 يكفيها تدير خمس قطع تاع الولاد الصغار. تبيع الوحدة ب40,000، المجموع 5 في 400 تساوي 2000، يعني 200,000، يعني 500 دينار جزائري. الربح راح يكون 1500 اللي هو 150,000. شهر واحد تقدري تبيعي 30 قطعة وتربحي 900,000. تخيلي غير هواية صغيرة تولي مدخول شهري ثابت. عندي وحدة من المتابعات كانت تحب ترسم على الزجاج، بدات بكؤوس تزينهم وتبيعهم للجارات ب25,000. دارت صفحة في الانستغرام والآن عندها زبونات حتى من خارج ولايتها. شغف بسيط يساوي دخل محترم. كي ينجح المشروع الصغير تولي توسعي، زيدي نوعي في المنتوجات، شاركي في معارض صغيرة، استثمري الربح باش تكبر الخدمة تاعك. مثال، وحدة تخدم كيك منزلي، بعد عام ولات عندها محل صغير الحلويات. كلش بدا من شغف بسيط في الدار. أهم حاجة حباباتي ما تستصغريش شغفك. اليوم تخدميه كهواية، غدوة تولي تعيشي منه. السر هو الصبر، المثابرة والتسويق الذكي. إذن حباباتي اليوم شفتوا كيفاش أي شغف عندك تقدري تحوليه لمصدر دخل مربح. اكتشفي الموهبة تاعك، ابداي بخطوات صغيرة، ركزي على الجودة، استغلي وسائل التواصل ووسعي مشروعك تدريجيا. أنا نحب كل وحدة فيكم من اليوم تبدأ تفكر واش هو الشغف اللي نقدر نحوله المدخول. اكتبي في الدفتر وخليها تكون بداية لحياتك الجديدة. شعارنا يبقى دائما حرفة ونجاح يساوي شغف زائد عمل زائد مردود. سلام حباباتي، نلقاكم في فيديو آخر مليان طاقة وأمل.